نتيجة الثانوية العامة 2025 تظهر خلال ساعات وأسماء الأوائل في انتظار الاعتماد الرسمي من الوزير. التفاصيل الكاملة من خلال هذه التغطية. تترقب آلاف من الأسر المصرية خلال الساعات القليلة المقبلة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 وسط حالة من الترقب والقلق تسيطر على الطلاب في جميع الشعب علم علوم وعلم رياضة وأدبي. وقد أفادت قناة العربية في تقرير شامل بأن موقع صدى البلد سيقوم بنشر النتيجة رسميا فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم، مع إتاحة إمكانية التسجيل المسبق لبيانات الطلاب للحصول على النتيجة مباشرة برقم الجلوس فور صدورها. وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفني أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة الأوراق انتهت بالكامل داخل الكنترولات، وتم بالفعل تجهيز نتيجة الثانوية العامة لاعتمادها خلال ساعات قليلة من الوزير محمد عبد اللطيف، مع التأكيد على أن إعلان أوائل الثانوية العامة سيكون متزامنا مع اعتماد النتيجة رسميا في بيان شامل يتضمن أسماءهم وصورهم وبياناتهم التفصيلية. في الوقت نفسه أطلقت وزارة التربية والتعليم إشارة البدء لتحديد قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 من مختلف الشعب والتخصصات، وهم علم علوم وعلم رياضة وأدبي ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM والدمج والمكفوفين. ويجري الآن فحص دقيق لأوراق الطلاب المرشحين من قبل لجان عليا تضم مستشاري المواد، حيث يتم مراجعة أوراق الأوائل عدة مرات للتأكد من صحة الدرجات قبل إعداد القائمة النهائية على مستوى الجمهورية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف المحافظات وأنواع المدارس. وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن اختيار الأوائل لا يشمل طلاب المنازل أو من سبق لهم الرسوب في الصفين الأول أو الثاني الثانوي، كما أن وزارة التربية والتعليم شددت على عدم الانسياق خلف الشائعات أو الصفحات غير الرسمية التي تزعم تسريب النتيجة أو أسماء الأوائل قبل اعتمادها رسميا، حيث ستعلن التفاصيل كاملة في بيان رسمي يصدر عن الوزارة خلال الساعات القادمة. كما أشار المصدر إلى أن درجات الرأفة لعبت دورا مهما في إنقاذ بعض الطلاب من الرسوب، حيث تم تطبيقها في المرحلة الأخيرة من أعمال المراجعة قبل اعتماد النتيجة مباشرة لتحويل الطالب من راسب إلى ناجح في بعض المواد أو للسماح له بدخول الدور الثاني بدلا من إعادة العام الدراسي بالكامل، وذلك ضمن النسبة القانونية الذي يتراوح من 5 إلى 10% من الدرجة الكاملة. من جانبها تستعد وزارة التربية والتعليم لتكريم أوائل الثانوية العامة 2025 في احتفال رسمي تم لتهنئتهم هاتفيا من قبل الوزير محمد عبد اللطيف. وحاليا بيتم تسجيل البيانات على الموقع الرسمي لصدى البلد لضمان الحصول على النتيجة فور اعتمادها مجانا دون الحاجة إلى الانتظار أو البحث في المواقع المختلفة. وتشير كافة المؤشرات إلى أن موعد ظهور النتيجة سيكون قبل نهاية شهر يوليو الجاري حسب تأكيدات وزير التربية والتعليم، ليسدل الستار على واحدة من أكثر مراحل الثانوية العامة ترقبا خلال الأعوام الأخيرة، وسط آمال وطموحات كبيرة من طلاب اجتهدوا عاما كاملا من أجل تحقيق حلمهم الجامعي. وإلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه التغطية، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.